بوظة الموز بمكونين فقط وبنكهة البيناتس. عن جد تجربة كتير رح تعشقوها، رهيبة جدا بطعمها، تماسكها سهلة وسريعة، ومش بس هيك ما فيها اي اثار للتلج. كتير كتير شوفوا هذا القوام قديش هو مزبوط. خلينا نعملها نحن وياكم. اول شي عندي هون 3 موزات بحجم وسط بدي اقطعهم. طبعا هلا بدي احضر وعاء لحط هيدا الموز فيه، ومن بعد ما احط هيدا الموز بدي اعمل شغلة مهمة مشان خفف من اسوداد لون الموز. بدي احط تقريبا ملعقتين طعام من عصير البرتقال لحتى لي يعمل غلاف على هيدا الموز ويمنع من انه يسود عندي، لانه بتعرفوا الموز بس ينوضع بالبراد او الفريزر بيسود. لخفف من هيدا الشي عملت هيك. هلا بدي غطيهم وحطهم بالفريزر ليتفرزوا عندي تماما. من بعد ما يتفرزوا بفككن عن بعض، وبكون محضر خفاق او خلاط كهربائي وبدي اوضعهم فيه لانه بدي ارجع طبعا اطحنهم. هلا من بعد ما حطيتهم بدي احط هون ملعقة طعام من زبدة الفستق السوداني. شي كتير روعة، اذا بتجربوها ما بدكن اكتر من ملعقة طعام. وتقريبا هون ربع كوب من الحليب المكثف المحلى. وبطحن هيدي الموز مع هيدي المكونات، ويا عن جد يا للروعة. بس طحنتم مشاهدينا الاعزاء وجربت دوق شي بسيط منن، عن جد كانت الطعمة مبهرة جدا، وما تتخيلوا قديش كانت لذيذة. يعني مكون البينات باتر مع الموز عطى نكهة رائعة. طبعا حطيتهم بوعاء بورسلان او زجاجة مشان يسقع عندي بشكل سريع. هلا بدي مدهم وحط عليهم ورقة زبدة مشان ما يتلج عندي الاعلى. ومن بعدها بدي ارجع احطهم بالفريزر مدة 5 ساعات. لازم تكون الفريزر قوية لانه هيدا الخليط بطول ليفرز عندي لانه الموز لزج. وهلأ من بعد ما فرزوا عندي وعن جد كانت حرارة الطقس شوب ومنيح لحتى انه تفرزوا عندي. شوفوا قوامه قديش هو رائع، شي كتير مشهي. شوفوا هيدا القوام شي كتير مميز. ريحتها كتير رائعة. بنحطها طبعا بكباية، بنحبها اي كباية بدنا، ونرش عليها شوية فستق محمص مطحون. شوفوا لزاجة هيدا المكون كتير كتير عجبني. تجربة رائعة لبوظة الموز مع البيناتس. طبعا فيكن تعملوها بدون بيناتس، بس جربوها مع بيناتس وكتير كتير رح تحبوها. كانت كتير لذيذة، فريش وطازة وصحية. وان شاء الله بنشوفكم بحلقة مقبلة.